السلام عليكم، صبحكم الله بالخير أجمعين. والله ما أدري إيش الشطحة هذه، لكن طر الموضوع على بالي قلت لازم أعلمكم عنه. طبعا بالهيوكسات من 2010 وتحت أو 2011 وتحت يبدأ بمشكلة اللي هو نقص الماكينة، نقص الزيت. واحد من أخوي مع 2008 مع إنه ماشي ما شاء الله قليل، يعني تقريبا 170 يعني قليل على الموديل، إلا أن عنده نقص يعني تسايد بدون لا يمسك خط بدون شيء، تنقص الموتر على نص علبة على علبة. المهم راح 6 ورشات وكلهن واحدة منهن حقت مهندس سعودي، كلهم قالوا وشو شمبر ومدري كيف و2008 وشغل يدينا مدري كم، شغل يديهم 1005 وتجيب القطع بمدري كم وتجي ماكينة راح نفك الراس. المهم راح الرجال ما هو مقتنع، الرجال بين يوم وليلة كذا 6 ورشات بس ما شاء الله عليه، يعني رجال ذكي. المهم يقول بحثت بالنت يمين يسار، يقول لقيت في شيء اسمه حساس التبخير. قلت انا خل نغيره ما احنا خسران. يقول ادخل ورشة مربوه العامل. قلت يا مدير انا عندي حساس التبخير غيره. يقول مر واضح، حتى اللي يبحث عنه تشوفه واضح، يغيره ب50 ريال. جبت له ب50 وغيره. يقول راحت المشكلة. قلت شو المشكلة؟ قال حساس التبخير هذا يطلع الهواء، ومع الوقت لا خرب يطلع الزيت مع بدل لا يطلع الهواء الحالة. فأنتم إذا تعرفون أحد ماكينته تنقص ولا شيء معه هيلكس قولوا له حساس التبخير. حساس التبخير خلوه يبحث بالنت تشوف ايش حساس التبخير ويغيره. 5 ريال قبل لا يتخسر، وقبل لا يشمبر يفكون ماكينته ويلخبطون عليه.